اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من ساعاتي. ساعات الغطس من اشهر انواع الساعات عالميا والاكثر طلبا، لانها ساعات رياضيه وكاجوال وجذابه وفي نفس الوقت هيفي ديوتي. عاده تصميمات ساعات الغطس بتركز على شكل الكيس، على البيزل، لون البيزل، اللوميننس الموجود في الساعه. شركات قليله جدا اللي ممكن تغامر وتلعب في الدايل بتاع ساعات الغطس، لانه ممكن ياثر على وضوح الساعه، وده شيء مهم جدا في ساعات الغطس. ما عدا الاسطوره سيكو، بيعملوا شويه دايلز ولاد اللذينه بصراحه تحفه من غير ما تاثر على الوضوح بتاع الساعه خالص. قصه سيكو بترجع لسنه 1881 لما شاب عنده 21 سنه اسمه كنتارو هاتوري فتح اول محل لتصنيع وبيع الساعات في قلب طوكيو. وبعدها ب 11 سنه سنه 1892 فتح اول مصنع تحت اسم سيكوشا. اسم سيكوشا يتقسم لنصين، سيكو وشا. سيكو بالياباني يعني الاتقان، وشا يعني البيت. سيكوشا بيت الاتقان. خلال تسعينات القرن ال19 مصنع سيكوشا نجح جدا في ساعات الحائط، وده مهد له الطريق انه يعمل اول بوكيت ووتش سنه 1895. والبوكيت ووتش دي كانت خطوه مهمه في طريق ان يتعمل اول ريست ووتش يابانيه سنه 1913 تحت اسم لورال. للاسف سنه 1923 حصل زلزال مدمر جدا في اليابان، سفلت المصنع على الاخر. لكن بالعزيمه سيكو رجع تاني سنه 1924، يعني بعد سنه واحده بس، باول ريست ووتش عليها البراند بتاع سيكو. تاريخ سيكو في الابتكارات محتاج حلقات طويله جدا، لكن احنا النهارده هنركز على ساعات الغطس عشان الساعه اللي معانا ساعه غطس. خد عندك يا سيدي، سنه 1965 اول ساعه غطس يابانيه لعمق 150 متر، والساعه دي اثبتت اعتماديه عاليه جدا، لان البعثه اليابانيه سنه 1966 المتجهه للقطب الجنوبي استعملوها واشادوا بالساعه جدا. تيجي سنه 1968 ويتعمل اول ساعه غطس ل 300 متر. زيت؟ لا لسه فاضل كتير. سنه 1975 عملوا اول ساعه غطس احترافيه 600 متر، البادي بتاعها معمول من تيتانيوم والستراب بتاعها مصنوع من البوليثيران وعلى شكل اكورديون، وده شكل مميز جدا لساعات الغطس بتاعت سيكو. الساعه دي واخد اكتر من 20 براءه اختراع في تصميمها الخارجي فقط، تخيل. لا لسه بدري ما تزهقش. سنه 1978 سيكو عملت اول ساعه غطس 600 متر كوارتز، وفي نفس الوقت مجهزه للساتوريشن دايفنج. وخدها عندك سنه 1982 اول ساعه غطس هايبريد 150 متر كورس موفمنت وفيها ديسبلاي ديجيتال. سنه 1985 اكتر ساعه غطس مبيعا 200 متر كورس موفمنت. لا لسه بدري. سنه 1986 اول ساعه غطس 1000 متر، الجسم بتاع الساعه كله مصنوع من السيراميك والتيتانيوم. انا مش هطول عليكم. سنه 2000 اخترعوا ساعه غطس كمبيوترايز بتعمل بروفايل للغطسه من اولها لغايه اخرها. الساعه اللي معانا النهارده من سيكو بروفيشنال دايفنج لاين البروسبكس، لكن من سبيشال اديشن اسمه سيف ذا اوشن. سيف ذا اوشن مشروع من سيكو بيهدف لحمايه المحيطات وللتنبيه بخطوره التلوث اللي حاصل حاليا. بيعمل دايلز لساعات غطس مستوحاه من جمال المحيطات والحياه البحريه. تعالوا نشوف سوا جمال الدايل بتاع الساعه سيكو البروسبكس لاين سيف ذا اوشن. والموديل ده من سيكو بروسبكس لاين، موديل نمبر SRBG 59K1، وده سبيشال اديشن زي ما قلنا لسيف ذا اوشن. سيف ذا اوشن لاين بيخصص جزء كبير جدا من ارباح الساعات بتاعته السبيشال اديشن للمشروع بتاع سيف ذا اوشن. الساعه دي بتيجي سيرتيفايد من بادي اللي هو ذا بروفيشنال اسوسيشن اوف دايفنج انستراكتورز، ودي اشهر دايفنج تريننج اورجانيزيشن وورلد وايد، وفيها اكتر من 30 مليون غطاس. بيس دايمنشنز فيري كومباكت لاج تو لاج 44 مللي، كيس دايمتر 43 مللي بوينت 2، الكيس ويث 12.6 مللي، اللاج ويث 20 مللي. زي ما احنا شايفين هنا الفينشنج بتاع الساعة كله براشت، وده متلائم جدا مع كونها ساعة غطس، فأي جزء هيكون بولشت فيها هيكون عرضا يبان فيه الخدوش بشكل كبير جدا. الساعة جاب هاردلكس كريستال، ودي خاصة بسيكو، وخواص الهاردلكس انها أقوى جدا من المينرال لكن مش في صلابة السفاير. الدايل كله أبلايد اندسيز عند كل الساعات، وفي تريانجل عند ال 12، وهنلاقي ديت ويندو سكويزد هنا ومحشورة بين الأربعة والخمسة. الكراون هنا زي ما قلنا سكرو داون كراون، تعمل له ان سكرو. أول تكة اللي بتظبط التاريخ، تاني تكة اللي نظبط منها الساعة، سكرو داون تاني عشان السيلينج بتاع الووتر ريزيستنت. الكيس ستانلس ستيل، البيزل ستانلس ستيل، يوني دايركشن، 120 كليك. الحركة بتاعته مش بطالة، يعني مش كريسب قوي يعني، لكن في سنة باك بلاي بسيطة، لكن الجريب بتاعها كويس والالاينمنت مظبوط، ودي حاجة كويسة في سيكو، لان سيكو بصراحة مؤخرا كواليتي كنترول عندهم ما بقاش احسن حاجة، وبقينا نلاقي في ميس الاينمنت في البيزل كتير. الكيس باك سكرو ان كيس باك ستانلس ستيل. الحاجة التانية
الموديل ده او الشكل ده معروف عنه في السيكو ان اسمه تونة. يا ترى ليه تفتكروا اسمه تونة؟ اقول لكم عشان شكل الكيس عامل زي الكان بتاعت التونة. لو خدتوا بالكم من تصميم الكيس دي، الكيس دي مش قطعة واحدة، الكيس دي قطعتين. الشراود او الاوتر كيس اللي احنا شايفينها الستانلس ستيل دي متثبتة في الكيس الاصلية ب3 مسامير، 2 من هنا واحد من هنا. لو فكناهم الكيس هتطلع من الكفر ده وتبقى الكيس حجمها اصغر. لكن بصراحة الديزاين جميل جدا من سيكو، وزي ما قلنا هو ده الفيمس ديزاين اللي اسمه تونة. الديزاين بتاع العقارب فيري سيكو، الثواني لولي بوب، والدقايق والساعات متاخد من الاس كي اكس ديزاين اللي معروف جدا. الميزه في الساعه دي برضو انها ميد ان جابان، ما هياش صيني او تايواني، وقليل جدا لما بلاقي ساعات سيكو بتتصنع دلوقتي في اليابان. الساعه بصراحه برضو سعرها كان معقول، يمكن لما نزلت الريتيل برايس بتاعها كان فوق ال$500، لكن انا قدرت اجيبها من على اي بي كانت في حدود ال$350، ودي قيمه هايله قصاد السعر اللي انا دفعته في الساعه دي، بالذات ان هي ميد ان جابان. الستراب اللي جاي مع الساعه سيليكون ستراب، بصراحه طري جدا جدا وفيري كومفي ومريح جدا على الايد. الباكل ستانلس ستيل والريتينر هنا ستانلس ستيل برضو. الدايل هنا الايس بلو، بصراحة الجريدينت كولرينج بتاعه تحفة. لما نروح للمايكرو شوتس هتشوفوا التفاصيل اللي موجودة في الدايل ده، وليه انا بقول عليه الدايل ده جميل جدا. الاستراب لونه لايت جراي وبصراحة لايق قوي على الايس بلو دايل. اوريكم الساعة على الريست بتاعي، الريست بتاعي 17.5 سنتي، لكن بصراحة سيكو بيعرفوا يعملوا ساعات الديامتر بتاعها كبير، لكن تجربة اللبس بتاعتها فيري كونفينينت ومش كبيرة خالص على الريست. هنبص في المايكرو شوتس على جمال الدايل، ايس بلو وفي تدرج للون من قلب الدايل وبيغمق لغاية ما يوصل للأوتر دايل. بصراحة التكستشر بتاع الدايل تحفة، عامل زي ما يكون أرضية التليج في القطب الجنوبي. ولو عملنا زوم أكتر هتبصوا تشوفوا رجلين البينجوينز ورجلين البطريق اللي موجودة على الدايل. في الزوم ان الدايل باين الجمال بتاعه بصراحة فيري يونيك. وادي رجلين البطريق الصغيرة عاملة زي ما يكون ماشي على الدايل على سطح القطب الجنوبي، وميد ان جابان، وده رقم الموفمنت. هنتفرج على الساعة دلوقتي في الضوء الطبيعي في الريست رول، ونشوف الرابر ستراب اللايت جراي والايس بلو دايل، واخيرا هنبص على البوكت شوت. دي ميزه الساعه اللي معانا النهارده. الساعه اللي معانا النهارده الكومباكت لاج تو لاج بيخليها فيري ويربل، وممكن تتلبس على ريست صغير لغايه 15 سم. اللاج وسع 20 مللي، وده يخلي سترابس كتير تركب على الساعه. السيليكون ستراب بتاعها يا جماعه طري جدا جدا ومريح جدا. عيوب الساعه دي بصراحه مش شايف لها عيوب، الساعه جميله جدا والدايل تحفه. ممكن تكون انها مش هتناسب اي ريست اقل من 15 سم. تشتري الساعه دي امتى؟ لو نمط حياتك كله كاجوال، لان الساعه دي هتليق على الجينزات، على الشورتات، على اي لبس كاجوال. تشتريها لو انت فعلا دايفر، لان الساعه دي فيري كابابل دايفنج ووتش. الساعه دي سيرتيفايد لغايه 200 متر ومتجربه بير بيس. تشتريها لو بتقدر الدايلز الجميله، لان الدايل ده تحفه. ما تشتريهاش امتى؟ ما تشتريهاش لو انت اللايف ستايل بتاعك كله فورمال، لان هي هتأيدك مش هتعرف تستعملها بصراحه. انا كده خلصت. قولوا لي ايه رايكم، يا ترى فعلا الدايل تحفه ولا انا اللي عاجبني بس زياده؟ قولوا لي في الكومنتات عايزين تشوفوا ساعات ايه تانية. قولوا لي برده في الكومنتات ايه الساعات اللي انتوا شايفين الدايل بتاعها جميل. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش تشيروه مع اصحابكم ومعارفكم. انا سامر جمال ودي قناه الساعاتي، اشوفكم الحلقه الجايه.